صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. صلى الله عليك وعلى آلك المظلومين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. يا وقعة الطف كم أوقدت في كبدي وطيس حزني ليوم الحشر مسجورا. كأن كل مكان كربلاء لدى عيني وكل زمان يوم عاشوراء لهفي لظام على شاطئ الفرات قضاء ظمآن يرنو لعذب الماء مقرورا. لا يا ليت عين رسول الله ناظرته رأس الحسين على العسال مشهورا وجسمه نسجت هوج الرياح له ثوبا بقاني دم الأوداج مزرورا. إن يبق ملقايا بلا دفن فإن له قبرا بأحشاء من والاه محفورا. ويل ابن آكلة الأكباد كم جلبت يداه للدين كسرا ليس مجبورا. لم يكفه قتله أبناء فاطمة حتى سبى الفاطميات مقاصيرا لهفي على خفرات المصطفى وتكت أستارها بعدما عودنا تخديرا ينظرن رؤوس قتلاه سائرتين أمام
بينها السجاد مأسورا. يلا إذا عندك والنبي أول ليلة تستقبل بها هلال الشهر، كل الأهل تهل علينا بفرح وسرور، ودون الأهل بحزين هالهلال عاشور هلو صارت الضجة بالأكوان، ناحت جميع الأنبياء والإنس والمصطفى لجل الذبيح حسين حزنا، من لحظة فاق السماء هلالك يا عاشور، صارت جميع الناس في ضجة وحيرة، قالوا انذبح في كربلاء شيخ العشر، واخته الابن زياد ودوها أسير، واسفة على زينب ولتركب الكوب، ولي وسادة يا ناعي شفت شيعة، وسادة اخبرهم بالجرع لنا، وسادة حسين الرمل صاير له 3 أيام مرمي على الوطي، لكنما الأمر والمرجع لله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء في زيارة عاشوراء، وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. عطروا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. في أول ليلة من ليالي موسم الحسين عليه السلام نقف وقفة للتعرف على هذا المقطع من زيارة عاشوراء، والذي يحمل أهم مطلب من مطالبها: كيف تكون للإنسان المؤمن قدم صدق مع الحسين عليه السلام. وهنا أتعرض إلى الموضوع من خلال نقاط أبدأ بأولها. ماذا تعني كلمة القدم؟ في القرآن الكريم نلاحظ أنه تعرض إلى معنى القدم أيضا، أو إلى لفظ القدم. مثلا
وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. وفي غيرها من الآيات أيضا ورد ذات اللفظ القدم، وعادة ما يقرن بالصدق أيضا، لكن خلينا الآن مع القدم، بيان معنى القدم. هنا ذكر المفسرون آراء واحتمالات، أذكر بعض هذه الاحتمالات وإلا عدها البعض إلى 5 أو 6. أول هذه الاحتمالات قالوا أن القدم هنا بمعنى القائد. القائد عادة ما يكون في مقدمة من يقود، فالقائد والزعيم قدم، ويقصد به هنا النبي المصطفى محمد. وفي بعضها ولاية أمير المؤمنين، وقطعا هما لا ينفكان، النبي وطاعته وولاية علي لا تنفكان. إذن هذا معنى أول. المعنى الآخر قالوا أن القدم هنا هي بمعنى السبق، فكل من كان له سبق في مجال ما يقال هذا له قدم. تجد هذا أيضا حاضرا في استخدامات العرب، يقولون هذا له سابقة أو هذا له قدم في الإسلام. قدم في الإسلام يعني سابقة. هذا له قدم في الحرب يعني سابقة في الحرب. ولهذا العلامة المصطفوي في كتابه التحقيق في كلمات القرآن الكريم ويشير هنا إلى ذات الاحتمال، يقول القدم بمعنى السابق. ليش بمعنى السابق؟ يقول لأن القدم هي بطبيعتها متحركة، القدم بطبيعتها متحركة، وعادة ما تتحرك إلى قدام الإنسان. يعني الإنسان لما يتحرك أول شيء يكون قدامه وقدمه، ثم بقية الجسد يتبع القدم. إذن القدم تكون هي السابقة عادة، فيقال للقدم سبق أو سابقة بهذا المعنى، لأنها هي التي تحرك الإنسان، هي التي تقوده نحو أهدافه ومبتغياته. إذن هذا معنى أيضا. المعنى الثالث، ولعل عليه كثير من المفسرين منهم الطباطبائي عليه الرحمة، يقول أن القدم هنا بمعنى المنزلة والمكانة. يقول مرة احنا نتكلم على مستوى الماديات، مكان مادي عادة ما يشغل بقدم الإنسان، القدم المادية تشغل الأماكن، وترى عندنا أماكن ولكن ليست مادية وإنما هي معنوية، اللي عبر عنها مكان أو منزلة، مقدار معين. هذا المقدار هالمكانة هالمنزلة أيضا يشغلها القدم، ولكن القدم بمعناها الكنائي لا بمعناها الحقيقي، بمعنى المنزلة والمكانة. وثبت لي قدم صدق، أو كما ورد في القرآن وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم، يعني لهم مكانة. فإذا كانت المكانة نابعة عن إيمان صادق كانت المكانة مكانة صادقة ثابتة لا تزول ولا تتغير. إذن هذا بعض الاحتمالات الواردة في معنى القدم. وعليه إذا نقرأ هذه المعاني ضمن ما ورد في زيارة الحسين في زيارة عاشوراء، يقول وثبت لي قدم صدق، أو وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين. بأي معنى تكون القدم هنا؟ بمعنى السبق مثلا، هذا معنى السابق، بمعنى أن يا رب اجعل تحركاتي في سبيل وطريق الحسين عليه السلام، قدمي فلتكن قدما تطابق ما سار عليه الحسين وأصحاب الحسين، أن تكون لي السابقة، أن يكون لي الفاضل في ماذا؟ في خدمة الحسين، في سبيل الحسين، هذا بمعنى السبق. أو بمعنى المنزلة، أي يا رب اجعل مكانتي عندك، عنوانها الحسين، عنوان مكانتي
عنوان منزلتي أعرف بين أهل السماء بحبي للحسين، بخدمتي للحسين، بالصيرورة مع الحسين عليه السلام. زين، إذا عرفنا هذا، الآن عرفنا معنى القدم، نجي إلى النقطة الأخرى. القدم بما هي صادقة. معنى القدم خب واضح، لكن إذا ضم إليه قيد قيل قدم صدق، وش يصير المعنى؟ شوف، لما تقول قدم صدق، هذا يعني بالضرورة أن هناك قدم أخرى وهي قدم ماذا؟ كذب. ولا ما يصير أن هناك قدم صدق وفي المقابل لا يوجد قدم كاذبة. ولهذا يقول علامة الطباطبائي عليه الرحمة، يقول القدم أو عفوا الصدق بطبيعته، الصدق بطبيعته له أقدام، كما أن الكذب بطبيعته له أقدام. زين، كيف تصير القدم قدم كاذبة في قبال القدم الصادقة مع الحسين عليه السلام؟ تكون القدم قدم كذب في سبيل الحسين إذا كانت تبذل، يعني تقوم وتسعى وتتقدم نحو أي أمر، لكنها ليست من أجل الحسين، ظاهرها من أجل الحسين لكن في باطنها ليست كذلك. يتقدم إلى عمل عن غير قناعة، لكن يقول هكذا يريد المجتمع، يريدني أن ألبس السواد فلألبس السواد، مو لأجل الحسين، من أجل المجتمع، هكذا سار المجتمع فلأكن معه. يذهب مثلا إلى مآتم الحسين عليه السلام، قد تجري الدمعة من عينه وقد تبدو أو تعلو الصرخة منه، لا لأجل الحسين، لغرض آخر، مثلا أن يقدم للآخرين صورة عنه أنه مرتبط بالحسين، أو أن له مثلا نشاط ديني أو نشاط تديني، وهكذا. أن يقيم مأتما بعض الأحيان والعياذ بالله، إن شاء الله قلة ولا يوجد بيننا من هم أمثال أولئك، يقيمون المآتم على أبي عبد الله الحسين عليه السلام، لكن من أجل أن يكتسب الوجاهة بين الناس، يخدم من أجل أن يقال هذا خادم، أو أن يكون له هذا العنوان. ولهذا لاحظوا أيها الأحبة، بعض الأحيان هناك أقدام مع الحسين، ما أكثر الأقدام التي كانت معه، لكن قسم كبير منها كان قدم كاذبة. ولهذا يشير أحد علمائنا وهو المرجع الشيرازي، يقول أن الحسين عليه السلام لما خرج من أرض كربلاء، أو عفوا خرج من أرض مكة، خرجت معه أقدام ما شاء الله. طبعا أكو رأي يذهب إلى أن الذين خرجوا مع الحسين في كربلاء كانوا كثر، وإن كان هناك رأي يقول لا، الذين خرجوا أقل من 100، لكن أكو رأي آخر لا، خرج معه كثر لكنهم تفرقوا في الطريق. وهذه أقدام، لكن هذه الأقدام كانت أقدام صادقة أم أنها كانت أقدام كاذبة؟ بدليل لم يبق مع الحسين إلا 72 رجلا. شوف، بعض الأحيان كما قلت قد يسعى الإنسان في شعائر الحسين وإحيائها وما شابه، لكن بقدم كاذبة. وأيضا يشير إلى قضية عاصرها من كان في عمره. المرجع الشيرازي يقول احنا عاصرنا مثلا والد الشاه يقال له رضا بهلوي، يقول هذا رضا بهلوي أيام حكمه، بدايات حكمه، يعني كان يسعى من أجل إحياء الشعائر، يشجع عليها، وكان بيقول بعض الأحيان صور الصحف تتحدث عنه وفي نشاطه ودعمه وكذا. يقول لما استتب له الأمر فيما بعد وإذا به هو يحارب الشعائر. من قام بمنع الشعائر في ذلك الوقت هو الذي كان يحييها في وقت ما ليكتسب مثلا هدف معين يصل إليه، هو الذي بدأ يحارب هذه المآتم، بل بدأ يفرض على من يقيم هذه المآتم غرامة. ثبت عليك جرم إقامة مأتم للحسين، ادفع غرامة.
خطيب يعلو المنبر عليه غرامة، أنت حضرت لتستمع إلى المأتم عليك غرامة، وهكذا. شوف، هذه قدم كانت لكنها قدم كذب. إذن بعض الأحيان تكون القدم قدم صدق، بعض الأحيان تكون لا، هي قدم كاذبة مع الحسين عليه السلام. ولهذا القرآن الكريم هنا يعبر عن واحدة من موارد أو من صور القدم الكاذبة. شوف، لما يصير واحد ممن يلتفون بالمصلحين وملتف بالأنبياء لكنه هو الذي يؤذي الأنبياء. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، يقين عندكم أني رسول الله، نعم، لماذا تؤذونني؟ فلما يقول القرآن نتيجة لأعمالهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. يعني ماذا؟ يعني زلت الأقدام، والله لا يهدي القوم الفاسقين. عجبا من قوم يدعون حبهم للنبي صلى الله عليه وآله إلى يومك هذا، يهل عاشوراء يهنئ الواحد منهم الآخر في زيارة عاشوراء، اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله، في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك. يعني مرة واحد يلعن مرة واحدة ومرة لا، في كل موطن وفي كل موقف، ماذا يكون؟ ثم يأتي بعض من يحب هؤلاء ويقتفي آثارهم. وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين، وهذا المبتغى. يا رب اجعل هذه الأقدام أقداما ثابتة في سبيل الحسين عليه السلام. وش أهمية القدم الثابتة؟ ما أهمية أن تكون أقدامنا أقداما صادقة؟ شوف، أكو بعض العلماء يشير هنا إلى جنبة مهمة، يقول عادة ما يكون طلب الثبات على شيء الذي إذا زال زواله يضر الإنسان. ما حد يسأل شيء أو يطلب شيئا ما بقاء أو ذهاب شيء واحد سيان، لا، وإنما يطلب ما إذا ذهب عنه ضره أيما مضرة. مثلا شوف الآن لما تصير بعض الأدعية تلح أو يلح فيها الداعي على طلب العافية والثبات على العافية ودوام العافية. لماذا؟ لأن زوال العافية ضرر لو مضرر، ضرر بالغ على الإنسان. شوف الآن الأدعية مثلا على ماذا تركز؟ الثبات على ماذا؟ في دعاء الغريق، واسم دعاء الغريق، غريق يعني ماذا؟ مضطر، المضطر يقال له غريق. لاحظ في دعاء الغريق مثلا وارد يا مقلب القلوب إلى أن يقول ثبتني على دين. ليش يطلب الثبات على الدين؟ لماذا؟ لأن زوال الدين مما يضر الإنسان في حياته الدنيا ويضره في الآخرة، وهكذا كل شيء يضر الإنسان بزواله يطلب فيه الثبات. شوف زيارة عاشوراء وين طلبت الثبات على مبدأ الحسين؟ في رأس الهرم، قمة الهرم. الأدعية والزيارات هي تأتي على نحو سلم يرتقي الداعي فيه إلى أن يصل إلى القمة هناك يطلب فيها أهم أمر. ولهذا تلاحظ الآن في دعاء عرفة عندما وصل الحسين في دعائه إلى قمة الهرم اللي يعبر عنه الأسديان حتى شغل الناس ببكائه. لما شغل الناس في الموقف كلهم يطالعوا فيه، ماذا طلب الفكاك من النار، يعني هذا أهم شيء. والذي يزحزح عن النار فقد فاز في القرآن، فاز أيما فوز، هذا بس زحزح عن النار.
إذا زرت الحسين زيارة عاشوراء، لما توصل إلى قمة الهرم وأنت في سجودك تطلب هذا الأمر، ماذا؟ وثبت لي قدم صدق عندك مع الحسين. وهذا ليش؟ لأن زوال القدم وعدم ثباتها وصدقها في سبيل الحسين مما يضر الإنسان. هذا شيء غريب واقعا ويحتاج إلى تأمل. زوال القدم وعدم ثباتها على مبدأ الحسين مما يضر الإنسان. وهنا أختم بهذا: كيف يمكن للإنسان أن تكون له أقدام ثابتة مع الحسين؟ شوف، القدم لا تثبت إلا عن قناعة راسخة. كيف أنا أثبت على أمر أنا غير مقتنع به؟ ولهذا في صناعة القناعات وفي ترسيخها توجد آليات الآن ليس مجال البحث والنظر فيها، لكن واحدة من أهمها أن يكون الإنسان في فكرته معتمدا على أسس عميقة. الآن مثلا الإنسان في عقائده، احنا عندنا مثلا في الروايات عندنا العديلة عندما يحتضر الإنسان فيأتي إبليس لعنه الله يحاول في هذه اللحظة أن يثني الإنسان عن عقيدته. قد ينجح مع البعض وقد يخفق مع الآخرين. هذا من الذي يثبت؟ اللي عنده قناعة راسخة ثابتة يقين أكيد. هذا كيف تزل قدمه؟ لا تزل قدمه. ولهذا لاحظوا أيها الأحبة، في سبيل صناعة القناعات وترسيخها توجد آليات، واحدة منها تكرار العمل. تكرار هذا السلوك نفسه، تكرار العمل يخلق عند الإنسان قناعة أو يساعد في صناعتها والثبات عليها. ولهذا وارد عندنا في الروايات المداومة على زيارة الحسين. هذا كمنهج خليه الإنسان، فليكن من منهجك في كل يوم أن تزور من؟ أن تزور الحسين، لا سيما بزيارة عاشوراء. آثارها عجيبة. يمكن واحد يرى أن زيارة عاشوراء مثلا لا يقدر عليها في كل يوم. في بعض الروايات إذا لم تقدر على زيارة الحسين زيارة منصوصة، فقل 3 صلى الله عليك يا أبا عبد الله. هذه صعبة. هذا حتى واحد مشغل سيارته يسخنها الصباح يتوجه ناحية الحسين يقول صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. بس هذا مداومتك عليه بصدق يجعل هذه القدم قدم راسخة في سبيل الحسين. واحدة من السلوكيات المهمة أيها الأحبة، لا سيما الآن في بداية عاشوراء وفي أول ليلة من ليالي، أن يكون موسم عاشوراء عند الإنسان ليس كبقية أيام السنة. أنا إذا يبدأ عاشوراء لباسي يتغير، زينتي تتغير، لأجل من؟ لأجل الحسين. أعمالي تتغير، اهتماماتي تتغير، كله في سبيل الحسين. هذا يجعل القدم قدم راسخة. ورد عن الإمام الرضا عليه السلام: من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء، يوم استثنائي عنده، بل في أول يوم منه في بعض الأخبار، إذا هل هلال المحرم كان لا يرى الكاظم لا يرى ضاحكا. من أول يوم كل شيء يتغير. من ترك السعي في حوائجه يوم عاشوراء قضى الله له حوائج الدنيا والآخرة. ومن كان يوم عاشوراء يوم مصيبته أو يوم مصيبته وحزنه وبكائه، جعل الله عز وجل يوم القيامة يوم فرحه وسروره، وقرت بنا في الجنان عينه. ومن سمى يوم عاشوراء يوم بركة وادخر فيه لمنزله شيئا لم يبارك له فيما ادخر.
وحشر يوم القيامة مع يزيد وعبيد الله بن زياد وعمر بن سعد إلى أسفل درك النار، أو أسفل درك من النار. إذن هاي واحدة. بعد ورد عن الإمام الباقر عليه السلام: الندبة دمعتك التي تسكب على صحن خديك في أيام الحسين حرقة على ما جرى على أهل البيت، تثبت أقدامك يوم المحشر، تجعل المكانة لك عند الله لا بأي شيء إلا بالحسين. عن الباقر: ثم ليندب الحسين عليه السلام ويبكيه ويأمر من في داره بالبكاء، أبكي وأوصي بالبكاء، ويقيم في داره مصيبته بإظهار الجزع عليه، ويتلاقون يعني المؤمنون بالبكاء بعضهم بعضا بمصاب الحسين، إلى أن يقول: فإن استطعت ألا تنشر أو ألا تنتشر يومك في حاجة فافعل في يوم عاشوراء، فإنه نحس لا تقضى فيه حاجة مؤمن. وورد عن الرضا: يا ابن شبيب إن سرك أن تلقى الله عز وجل ولا ذنب عليك فزر الحسين. غريب ثواب زيارة الحسين، ولهذا بعض علمائنا عقد بحثا كاملا في من يشكك في ثواب زيارة الحسين، أنه معقول هذا الثواب كله 2000 حجة و2000 عمرة إلى آخر، هذا معقول؟ يبين بالدليل العقلي والنقلي كيف أن هذا معقول في سبيل الحسين. يقول الباقر في حديثه في زيارة عاشوراء: يا علقمة، إلى أن يقول: فإنك إذا قلت ذلك، يعني زيارة عاشوراء مع دعاء علقمة، فقد دعوت بما يدعو به زواره من زاره من الملائكة. الملائكة يقرؤون زيارة عاشوراء، وكتب الله لك بها 1000 حسنة، ومحى عنك 1000 سيئة، ورفع لك 100,000 درجة، وكنت كمن استشهد مع الحسين ابن علي عليه السلام حتى تشاركهم في درجاتهم لا تعرف إلا في الشهداء الذين استشهدوا معه. وذا غريب فعلا، غريب. فإذا عرفت في السماء وقيل فلان ابن فلان، قيل من؟ يقال هذا في ضمن من استشهد مع الحسين. ليش؟ يقول هذا يزور عاشوراء، زيارة عاشوراء كل يوم. لا تعرف إلا في الشهداء الذين استشهدوا معه، وكتب أو كتب لك ثواب كل نبي ورسول، وزيارة كل من زار الحسين بن علي منذ يوم قتل، إلى أن يقول: يا علقم إن استطعت أن تزوره في كل يوم بهذه الزيارة من دهرك فافعل، فلك ثواب جميع ذلك إن شاء الله. زيارة عاشوراء والمداومة عليها، وكثرة لعن قتلة الحسين، هذا يرسخ قدم الإنسان. الرضا يقول: يا ابن شبيب إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي وآله فالعن قتلة الحسين. الفوز أن تكون مع الحسين. يا ابن شبيب إن سرك أن يكون لك من الثواب مثل ما لمن استشهد مع الحسين عليه السلام، فقل متى ما ذكرته: يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. نعم، يا ليتنا كنا مع الحسين في ركبه، في ضمن من استشهد معه،
أبا عبد الله، إن كان الزمان لم يدرك بنا أيامك لنكون معك هناك وأن يختلط دمنا بدمك، فها نحن في كل عام معك أبا عبد الله، بصرخاتنا، بدموعنا، بآهاتنا، بندائنا: أيوا حسينا. هلت الشيعة بالحزين يا هلال عاشوا، نصبت مآتم للعزية وتلطمس. هلال المحرم ليش اشوفك كاسف الله، لابس سوادك ليش، قل ايش صار بالكون. ون الهلال وقال سيد الرسل محزون، كل العوالم محزنة والدين مقهور. من حين هل الشهار هل بكل الأحزان، وجدد مصاب اللي قضى بالطف حيرة، ناحت عليها ملاكها والإنس والجان، لقتيل اللي قضى بالطف منحور. لسان حالك أبا عبد الله في هالليالي يا شيعتي، نصب العزا ونوحوا علي، مذبوح ضامي ما شربت قطرة مية، حطوا المآتم واندبون بدمع ساكب، وابكوا على تعفير خدي بالترايب، ليكم يا شيعة تحملت هاي، حتى حريم تسلبت بالغاضري. ويلي ما واحد إلا انصاب من قبل بفجيعة، لكن مصابي ما جرى مثله، يا شيعة شفتوا أحد ذبحه وعلى صدره. في كل عام لنا بالعشر واعية، إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، اقض حوائجنا، فرج همومنا، اشف اللهم مرضانا، رد كل غريب إلى أهله سالما يا رب العالمين. اللهم وصل على وليك وابن أوليائك، بلغه منا تحية كثيرة وسلاما. المؤسسون تقبل اللهم أعمالهم، أوسع اللهم في أرزاقهم، وإلى موتاهم مع موتى الحاضرين نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.